ليا ولكم امه محمد اجمعين. هتقدم لهم ايه يا ام ليلى؟ هقدم لهم حاجه بسيطه جدا جدا. جبت شويه من العشبه اللي موجوده عندي على الجسر بتاع الفول. اه يا حبايب قلبي، العشبه دي جميله جدا جدا، والطيور بتموت في حاجه اسمها خضره. فربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد اجمعين، ويرزقنا الخير جميعا يا رب ان شاء الله، ويبارك ليا ولكم. جبت شويه من العشبه يا حبايب قلبي، عملت عليهم شويه بطاطا، حوالي عن كيلو بطاطا او نص كيلو بطاطا، وشويه من العيش، حاجه بسيطه جدا جدا من العيش. هضيفها للبط بتاعي، هتجيب نتيجه عاليه جدا جدا وياهم. فربنا يبارك يا رب. تكلفه علف بسيطه جدا جدا، كل طيوري بتتعلف بنفس النظام، مفيش اي تكلفه خالص خارجه عن ارادتي. فربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد اجمعين. مفيش حاجه بشتريها من بره، العيش اللي بيفيض من اكل ولادي من البيت، والبطاطا انا شاريه الكيلو ب2 جنيه حبيب قلبي زي ما قلت لكم برده في قبل كده. والعشبه ديت موجوده عندي على الجسر بره جنب الايه، حوالين الفول. فانا عشان انضف الفول فبستفاد في نفس الوقت برده من العشبه اللي موجوده عندي. فربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد اجمعين. البط ده جبان جدا جدا بطبيعته، حتى الانتاج